علينا نوقفوا. هذا حقنا كنقابه باش نوقفوا امام وزاره الفلاحه وباش نرفعوا صوتنا الجميع. حمى الاحتجاجات الغاضبة على الأوضاع المعيشية المزرية في المغرب تنتقل إلى العمال الزراعيين والفلاحين الذين يعانون التهميش والتمييز والاستغلال. وكالعادة سخرت الدولة المخزنية قواتها الأمنية لقمع هذه الاحتجاجات المنددة بتفاقم موجة الغلاء التي عصفت بما تبقى من القدرة الشرائية لهذه الفئة الكادحة. كنتفاجئوا اليوم بأن واحد القمع رهيب لهذه الوقفة اللي حاول من خلالها تمنع الوقفة ديالنا، وقفة مشروعة، وقفة على المطالب النقابية ديالنا، وقفة على المطالب ديال الشغيلة بالقطاع الفلاحي. حنا كنشهدوا من مشهد آخر من القمع ديال الحريات النقابية، كنشوفوا مشهد آخر ديال تخوف الدولة من احتجاج مشروع، من احتجاج ما عنده حتى شي بعد اخر الا البعد النقابي، الا البعد ديال دعم المطالب ديال الشغيله ديال القطاع الفلاحي وديال الطبقه العامله بصفه عامه. وفي ظل التعامل القمعي والعنف غير المبرر من قبل قوات الأمن المخزنية ضد المحتجين السلميين، تتعالى أصوات الحقوقيين من أجل مواجهة التراجعات الخطيرة في الحقوق والحريات. المواطنين ديالنا ما عطناش حقنا، وحنا ما واقفينش وما ساكتينش، وكنناشد جميع مناهضة الدولية التعذيب باش تدخل. انا كنناشد جميع الجمعيات الحقوقية اللي عندها النزاهة تدخل. السلطات المخزنية تستمر في انتهاج سياسات مكرسة للفقر ومنتجة للبؤس والحرمان، ما يجعل الشعب المغربي أكثر تصميما لخوض معركته ضد القمع السياسي والقهر الاجتماعي.